يلا نعمل فتة زبادي بالفراخ، طعمها حلو جدا، طريقتها سهلة وبسيطة، وممكن نعملها كمان لو عندك بواقي فراخ من اليوم اللي قبله، او تعمليها بالطريقة اللي انا هعملها بيها. بجد تحفة وسهلة وكده وبسيطة وطعمها حلو جدا، وكمان من الاكلات المشبعة والموفرة جدا. شايفين بقى العظمة دي؟ هنعملها مش تاخد مننا وقت ولا مجهود خالص. لو انت اول مره تشوفيني، انا اسمي شيماء. عايزاكي بقى تدوسي لايك وشير كده للفيديو، وكمان لو مش مشتركه في القناه هستناكي تشتركي فيها. انا ما كانش عندي فراخ من قبل كده، ولما بيبقى عندي بعمل بيها عادي وبتبقى تحفه. حطيت كده مكعب زبده ومعلقتين كبار من الزيت في قلب الطاسه او الحله زي ما تحبي، وبعدين ببتدي اديها تشويحه بسيطه كده، وبنزل عليها بقى بالتوابل بتاعتها. بنزل عليها بورق لورا، وكمان كيس كده من 11 بهار او بهارات الفراخ اللي عندك، رشه صغيره كده من الفلفل الاسود، وكمان بحط عليها بصلايه ومكعب من المرقه. بشوحها بقى كده مع التتبيله الجميله دي، وبنزل عليها بالميه بقى المغليه، وبسيبها تغلي كده واقلبها، وبتبقى جاهزه. الشوربه بتاعتنا دي هنحتاجها في الفته بتاعتنا. هنا هنحضر رز ابيض عادي برضو في سمنه وزيت ورشه من الملح، هنشوحه كده وبحط عليه معلقه من الخل عشان يفضل ابيض قوي، وبقلبه. وبعد كده بنسقي الرز تسقيه عاديه خالص لحد ما الميه تغطي الرز بتاعنا، واول ما بيغلي برضو بنوطي عليه النار وبنسيبه يتشرب. انا هحط بقى شويه من الشوربه اللي احنا محضرينها، وهنا هنعمل التومه بتاعتنا بتاعت الفته. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها، اكله حلوه جدا ومن الاكلات اللي فعلا طعمها يعجب اولادك قوي. حطيت بقى توم كده وزبده على النار لحد ما لونهم يبتدي يصفر كده وتبقى لونها ذهبي وجميل، وبعدين هنزل عليها بشويه بقى من الخل. الطشه دي يعني طعمها تحفه. طشه الخل بقى ديت معروفه في كل طرق الفته بتاعتنا، خطيره بجد. جربوها، انا واثقه ان هي هتعجبكم قوي. هنزل على الصوص دوت كده بمغرفه كده من الشوربه، نص كوبايه من الشوربه، وحمص طبعا شويه من السوداني، وانا كان عندي شويه من الحمص. دايما بسلق الحمص وبسيبه في التلاجة. هنعمل صوص الزبادي بتاعنا. انا بحط عليه كوبايتين من الزبادي، عليهم كده معلقتين من المايونيز، واقلبيهم تقليبه كده صغيره. ممكن تحطي عليهم رشه ملح، وبحط عليهم فصين كده من الثوم، ولو حابه تضيفي لها طحينه ممكن تضيفي لها طحينه برضو، بتبقى هايله. هنا بقى شويه العيش حمصناه. انا حمصت عيش بلدي، ممكن تعمليها بعيش شامي بتبقى حلوه جدا. تحمصي العيش الابيض بتاعنا. الفراخ بقى بتاعتك قطعيها باي شكل تحبيه. انا قطعتها كده، وكمان هقطع القطعه اللي انا قطعتها دي 2. قطعها صغير خالص يعني. صدر الفرخه الواحد هيكفينا كلنا وهناكل منه، وهتعملي منه كميه كبيره. الفراخ ممكن تحطيها كده، وممكن تشوحيها في معلقه سمنه بلدي، بتدي ريحه وطعم بجد خطيره. هنحط شويه من العيش، وعليهم بقى الطبقات بتاعتنا بتاعت الفته العاديه. هننزل بقى بالرز، وكمان شويه من دقه الثوم. بجد انا مش قادره اوصف لكم طعمها وريحتها عامل ازاي. الناس بقى اللي مش عايزه تعمل باللحمه ومش عايزه تكلف، انا شوحتها كده في شويه في معلقه سمنه بلدي. لونها كان حلو جدا، وطعمها كمان حلو جدا جدا جدا. جربوها وانا هستنى رايكم، انا واثقه ان هي هتعجبكم. حطيت شويه بقى كده من فول السوداني، وكان عندي حمص، حطيت شويه من الحمص. وما تنسيش بقى طبعا الصوص اللي احنا عملناه، صوص الزبادي بالمايونيز دوت، طعمه خطير حلو جدا جدا جدا. اعملي جنبها شويه سلطه خضراء وقدميها، وبالف هنا وشفا. ما تنسيش بقى رشه البقدونس كده للتزيين، بجد خطيره. انا واثقه ان هي هتعجبكم جدا. اي حد يقدر يقوم يعملها، واكله سهله ومش هتاخد وقت. ولو عندك بواقي فراخ من اليوم اللي قبله هتعمليها. وشايفين بقى الطبق العظمه ده مش هياخد منك وقت خالص في المطبخ، وكمان مش هيبقى مكلف خالص. شكرا لو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي وبتتفرجي على الفيديو. ما تنسيش بقى تشتركي في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وباي باي.